اعرفيه منها هي. غريبة، انت اتكلمت عن كل حاجة، يبقى ليه مش عايز تتكلم عن السبب ده؟ اصله سر عائلي يا استاذة. لكن انت في لحظة بتدافع فيها عن نفسك وعن موقفك الضايع مع مراتك وعن صورتك المشوهة في نظرها. الخلفة يا استاذة زينب. ها؟ مالها الخلفة؟ طب اوعديني الاول ان اللي هتسمعيه مني دلوقتي عن الخلفة يفضل في طي الكتمان بيني وبينك. اوعدك. سميحة مراتي عاقر. ها؟ طب ليه مش عايزني اقولها؟ عشان هي عارفة وفاهمة ان انا العقيم. ومين اللي عرفها وفهمها كده؟ انا. انت؟ ايوه انا، من خوفي عليها. خوفك عليها من ايه؟ سميحة مراتي لعلمك مريضة بالقلب. ايوه، وايه دخل مراتها بالقلب بعقمها؟ وبحقيقة لازم تعرفها ان قلة الخلف منها هي. ده راجع لتقديري انا الشخصي. تقديرك الشخصي يخليك تدعي العقم وتقول للعقيمة انها سليمة؟ انا خفت من السر ده عليها لو عرفت انها عاقر. اتفضلي. ايه دول؟ روشتات الاطباء وتقريرهم اللي بتأكد انها عاقر. بصراحة انا مش عارفة اقول لك ايه يا استاذ رشدي. قولي اللي تقوليه. قولي عليا عبيط، قولي عليا مغفل، قولي عليا اهبل، لكن في النهاية انا لقيت انه من الضروري كموقف انساني اني اخبي عليها الحقيقة اللي ممكن تدمرها واتحملها انا بدل منها. طيب هي ما عرفتش من الدكاترة ومن تقاريرهم؟ كل دكتور كانت بتزوره كنت بضطر انا ازوره قبل ما تقابله وافهمه ظروفها. ايه مالك يا استاذة زينب؟ لا ما فيش. حضرتك سرحت بعيد. لا 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 ابدا. اكمل الحكاية؟ لا انا فهمت الحكاية كلها خلاص. فهمتي؟ فهمتي ايه؟ فهمت من كلامك ان الغنى اللي فيه مراتك النهاردة انت صاحبه، وفهمت كمان ان السبب الحقيقي لطلبها الطلاق منك هو لانك زوج عقيم. بس يا ريتك تديني فرصة افكر في اللي انا سمعته منك النهاردة. تحت امرك. اشكرك يا رشدي. الكلام ده حقيقي يا مدام سميحة؟ كل كلمة قالها لك كذب في كذب. كذب في كذب؟ ايوه، ومفيش شيء حقيقي غير اللي سمعتيه مني انا. يا مدام سميحة انا مش كدابة يا استاذة، وانا بقول لك انا مش كدابة ولازم تصدقيني انا مش هو. انا في الواقع مش عايزاكي تطلعي كدابة يا مدام سميحة. يبقى هو الكذاب وانا الصادقة. بس دي دعوة طلاق، وانا مش اول واحدة هتطلق. واذا كان كلامه لفت نظرك وشد اهتمامك يبقى يقدم لك دليل واحد على اللي قاله. لا ما قدمليش. يبقى كذاب وافاق. بس انا حاسه ان جوزك لا كذاب ولا افاق. قدم لك دليل واحد مادي على اللي قاله، ورقة واحدة تقول ان انا اللي مفترية وظالمة. قلت لك ما قدمليش دليل مادي، لكن انا قدرت اوصل انه صادق في كلامه. وصلت ازاي يا استاذة؟ سالت كذا واحد من اهل الاسماعيليه اللي يعرفوكوا كويس قوي، وزي ما انت عارفه ان كلهم هنا زي العيله الواحده، وقالوا لي ان كلام جوزك حقيقي وصادق. ضروري سالت شويه بلطجيه من اللي بيقعد معاهم على القهاوي؟ لا انا سالت ناس محترمه، ناس ملهاش مصلحه في حكايتك انت وجوزك غير كلمه حق قالوها لوجه الله وللذمه اللي انت نكراها. يا استاذه فهميني. افهم ايه يا مدام؟ افهمي ان جوزي كذاب وافاق وضلالي، ومش معقول هعلمك شغلك يا استاذه كلام من غير دليل مادي في المحكمه زي شويه دخان في الهواء. بس انا مصره ان جوزك صادق. مصدقاه من غير دليل برضه يا استاذه؟ انا دليلي احساس يا مدام، ويكون في علمك جوزك مش راجل بسيط، ده واحد مثقف وواعي، واوعي تكدبيه ولا تكدبيني المره دي. طيب افرض يعني ان الكلام اللي قالهولك جوزي حقيقي. اللحظه دي ما تتحملش فرض يا مدام، اللحظه دي لحظه مواجهه، لا او ايوه، وانا مش مستعده يفاجئني جوزك في المحكمه ويهلهل دفاعي. يفاجئك في المحكمه ويهلهل دفاعك؟ بقول لك جوزك مش بسيط، ده مثقف وواعي، وتبته الزياده مش معناها انه عبيط وساذج. واذا كنتش مصممه على الانكار حتى معايا انا هضطر اسيب القضيه. ايوه، الكلام اللي قالهولك جوزي كله حقيقي. ها؟ حقيقي؟ ايوه. وليه عملتي كده؟ مضطرة؟ ايوه. وايه الاضطرار ده اللي يخليكي تلغي دور جوزك في حياتك وتشوهي صورته في عينينا وعينيكي وترغميه على شغلة التباع، وهو اللي نصفك ورفعك وقعدك على عرش غناكي؟ الخلفة يا أستاذة زينب، أنا نفسي في ولد وهو طلع عقيم، حرام أتحرم من الأولاد والخلفة وأنا قادرة. يا مدام سميحة بلاش نخلي من رغباتنا مهما كانت مشروعة رغبات مجنونة.
وبرضه ده مش سبب كافي عشان تطلبي الطلاق. يا أستاذة، شوفي محامي غيري يرفع لك دعوة طلاق. بس أنا متمسكة بيكي أنت يا أستاذة زينب. وأنا ما بقبلش إلا كل قضية عادلة، وأنت قضيتك قضية باطلة يا مدام. لا، أنا بطلب الطلاق للرحمة يا أستاذة. الرحمة رحمة قلوب يا مدام، وأنت للأسف قلبك من غير رحمة. طب وايه يعني لما محاميه ترفض دعوتك؟ في 1000 غيرها تقبلها، المهم تطلقي من جوزك. مش باين يا وجدي. سمعت ماما قالت لك إيه؟ مش باين. وناوي على ايه يعني؟ مش عارفة. انا هجيب لك المحامي اللي يقبل دعوه طلاقك، وكفايه بقى، كفايه انتظار. وأنا في إيدي إيه يا وجدي؟ إذا كان هو رافض يطلقني ورافض الفلوس اللي عرضتها عليه رغم ظروفه وحالته. اهو بسلام تشرف من القهوه. انت بتعمل ايه هنا يا وجدي؟ وانت دخلك ايه؟ دخلي انك في بيتي وواقف مع مراتي. لا، انا واقف مع خالتي وبنت خالتي، وما تتحكمش في حاجه غيرك. ها، البيت ده مش بيتك. طيب بره. سميحه. سيب سميحه في حالها واطلع بره. خالتي. لا خالتك ولا سميحه هيقدروا يمنعوني من طردك. بره بقول لك. سميحه. اطلع يا وجدي دلوقتي. وانت تعالي جوه، انا عايزك. أنا واقفة مع ماما، اللي عايز تقوله قول قدامها. بقول لك تعالي جوه، انا عايزك. مش جاية يا رشدي. بقول لك تعالي. لا ماما، سيب ايدها احسن لك، سيب يا أرجوكي رشدي. خليكي بعيد، دي مراتي وانا عايز اتكلم معاها لوحدينا. سيبيه يا ماما، أنا داخلة مع جوه. هتعملي ايه بعد الاستاذه زينب ما رفضت ترفع لك دعوه طلاق؟ هشوف محامية غيرها ولا محامي. مفيش داعي لمحاميه ولا محامي يا سميحه. يعني إيه؟ يعني مفيش داعي لزعلك ولا قلقك ولا تحتاري في امري. بس أنا مش هتراجع عن رفع الدعوة وهطلب الطلاق منك. وانا خلاص مش هتراجع عن قراري. قرار إيه ده؟ قرار واحد حاولت تحطميه لكن ما حطمتيش غير نفسك. أنا ما اتحطمش علشان واحدة محامية دلوعة رفضت ترفع لي الدعوة. أنا قادرة بفلوسي أجيب مليون غيرها وهتطلق غصب عنك. وليه بس غصب عني يا سميحة؟ علشان القانون في صفي. طيب سيب القانون دلوقتي وخلينا في قانوننا، قانوننا احنا، قانون البيت والأسرة. وهي فين الأسرة دي؟ أنا وانتي يا سميحة. أنا وإنت مش كفاية علشان نقول إننا أسرة. الأسرة معناها زوج وزوجة وأولادهم، وإنت معدوم من الخلفة وحارمني وحارم البيت منها. قد إيه انت بقيتي إنسانة جحدة يا سميحة. اخرس. أخرس. تنكر إنك إنت المسؤول عن قلة الخلفة؟ لغاية اللحظة دي ما انكرش إني مسؤول عن قلة الخلفة. طيب طلقني يا ظالم. وضامنة إنك هتخلفي من غير يا سميحة؟ مش شغلك. سميحة أنا لو وقعت هقدر أقوم تاني، لكن انت يوم ما تقعي مستحيل هتقومي تاني. معناه إيه كلامك ده؟ معناه إنك خلاص يا سميحة. خلاص إيه؟ انت طالق من اللحظة دي. صحيح طالق. أيوة طالق، ومن غير رفع دعوة وقضايا ومن غير دفع فلوس وتساومي وأنا ماطل من غير. صحيح طبعا صحيح طلقتني. حتى أنا محضر لك قسيمة الطلاق. فين؟ اتفضلي. ماما. لا استني سيبي ماما شوية. لا، عايزة أفرحها وأقول لها إنك خلاص طلقتني وأسيب الطلاق معايا. مش قبل ما أخلص كلام يا سميحة. كلام إيه تاني؟ كلام هيهمك عشان فيه كل مستقبلك، كلام هيهمك علشان فيه كل سذاجتك، كلام هيهمك علشان فيه كل حقارتك. انت التاني مرة بتقولي حقيرة، مرة وانا مراتك وسكت، والمرة دي وانا طليقتك وما افتكرش هسكت زي زمان. وانا تحت امرك، بس اديني فرصة لما اخلص.